الأخبار الموجزة ليوم السبت. قال وزير الداخلية خليفة سراج الدين حقاني في كلمة ألقاها أمام أهالي بامیان: كانت التحيزات العرقية واللغوية والدينية والاتجاهية تناقش دائما في أفغانستان، لكن اليوم نجتمع جميعا في قاعة واحدة ونحترم بعضنا بعضا، وهذا مثال جيد على غياب التحيز اليوم. قال السفير الياباني تاكاشي أوكادا خلال لقائه مع مدير المكتب السياسي سهيل شاهين للإمارة الإسلامية في قطر إن اليابان تدعم الازدهار والسلام في أفغانستان، كما تم خلال هذا اللقاء مناقشة القضايا الثنائية بين البلدين. زار وزير الأشغال العامة الحاج ملا محمد عيسى ثاني شركة الإنشاءات التركية 77 في أفغانستان. صرحت بلدية كابول: أكملت إدارة العمل والصيانة والرعاية في بلدية كابول بناء مسجد في باحة المبنى، وسلم مساعد الخدمات الحضرية وحماية البيئة محمد خالد السجستاني للاستفادة منه. تخرج 530 متعافيا من المخدرات من مركز أميد للتعليم الفني والمهني. يقول المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنه سيتم التوسع في هذه السلسلة في المستقبل. طالب وكيل شؤون السياسية لوزارة الخارجية شير محمد عباس تانكزي من مسؤول شركة كومير وشركات الطيران الأخرى تخفيض أسعار التذاكر نظرا للوضع الاقتصادي للأفغان.